مساء الخير عليكم واهلا بيكم. اهلا بيكم في حلقه تتبنى شعارات الثوره، في حلقه بتناقش قضايا الثوره، في حلقه عن الثوار، عن ميدان التحرير، عن التربيطات، عن احداث 25 يناير وعن احداث 28 يناير الدمويه واحداث 28 الشهر المنصرم. وكأن يوم 28 ده يوم بيمثل ظهور لأبناء الوطن الواحد، شرطة وشعب، وبينهم مؤامرة ووقيعة. اللي حصل يوم 28 ده، لو الناس بتقول ان الشرطة رجعت تاني بشكل عنيف وبشكل سيء، انا بقول ان ورا احداث 28 المنصرم اللي هو شهر يونيو، عشان لو حدش عارف المنصرم ده ايه، تمام؟ يوم 28 يوم الثلاث اللي حصل كل اللي فيه ده مؤامرة ووقيعة ما بين الشرطة وبين الشعب. لان لما الشرطة بدأت ترجع، في ناس مش عايزة الشرطة ترجع، ليها مصالح. ولما الثوار طالعين عشان الشهداء، الناس ليهم فكر ان لازم تحصل وقيعة تاني. احنا نشغل الناس ب 28 يونيو عشان ينسوا 28 يناير وينسوا النجاح اللي بدأ يحصل للأمن. احنا كنا قعدنا فترة نقول للأمن ينزل، وبعدين للأسف بعض زملائي في القنوات التانية، أنا عارف إن ممكن الناس كلها تعاتبني، خدوا القصة بشكل فيه دبابيس بين الشرطة والشعب. هو احنا في أصل حدوتة للقصة دي؟ مصر دولة مستباح دمها، مصر دولة مستباح دمها. ومين اللي بيستبيح ده؟ ناس ليهم مصالح، والمصالح بقت مصالح مالية، والأجندات بقت أجندات مش مخابراتية بس، لا، ده في مافيا بدأت تدخل في اللعبة. فما ينفعش يبقى في أمن. مصر هتبقى مفتوحة، تهريب مخدرات وتهريب سلاح، والدنيا تبوظ، والناس تكره الشرطة والشرطة يكره الشعب، وبعدين نبدأ نجر رجل آخر مؤسسة بتمثل ذخيرة للشعب المصري، المؤسسة العسكرية. نبدأ نعمل وقيعة، يروحوا حبة صبيان يضربوا قنابل مولوتوف ملهاش أي قيمة على العربيات الخاصة بالجيش. عايزين نبدأ نجيب رجل الجيش، لا، احنا هنقطع ايد اللي تفكر انها تيجي جنب درع مصر الباقي. احنا عايزين نطالب بده. البلد دي لازم نحافظ عليها كثوار واحرار، مش ندمرها، مش نتطاول على بعض. واللي حصل يوم 28 ده يتدرس، بس يتدرس اساسا ليه حصل ومين اللي وراه وايه اللي بيحصل. واسيبكم مع التقرير ده ونرجع مع ضيفنا ابو الثوار ونسيبكم مع التقرير. التحرير تجمع كبير اختلفت فيه الوجوه، ووراء كل منها حكاية. استغرب ازاي واخدين ابن التاني. فتنوعت الوجوه وتعددت الحكايات، فكان هذا التقرير ما هي حكايات من جاءوا للتحرير. مشكلتنا بس ان احنا ساكنين بعد اسم امبابة على البحر على الكورنيش. بس ظباط اسم امبابة هو كان نازل بيجيب فطار معايا، مجرد ان انا طلعت العمارة وهو واقف بره، وعلى طول جم الحكومة يعني الظباط. فانا طلعت ببص عليه من البلكونه، لقيته ميت تحت قدام باب البيت عندنا. فنزلت وشلته وخدته ووديته المستشفى. خد رصاصه من دماغه من اليمين هنا، طلعت عين الشمال كلها بره. بعد 3 ساعات تقريبا مات اكليكيا. ودينا القصر العيني، قعد 4 ايام وبعد كده توفى. ومفيش جديد، بس بعيد عن الاسم خالص، ملوش اي علاقه بالاسم. مش بلطجيه زي ما قالوا، اسم امبابه ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش ازازه اتكسرت،
يبقى ازاي دول كانوا بلطجيه وكسروه ويروحوا يكسروه ليه؟ عشان يسرقوا منه ايه؟ في ايه يسرق الاسم؟ احنا عايزين القصاص. محاكمه الضباط ديت احنا بنروح الجلسه بنقعد بيوقفوا بتاع 20 ضابط قدامهم عشان احنا ما نصورهمش مجرد بالموبايل بس، خايفين على شعورهم. واحنا شعورنا فين؟ شعور اللي ماتوا دول فين؟ واحنا قاعدين في الجلسه بعد ربع ساعه بالظبط ما بنلاقيش الضباط دي واقفه في القفص تاني، بنتفاجئ ان هم روحوا. انا حكايتي ابني كان واقف في اللجان الشعبيه في الشارع بعد الثوره اللي خلصت ديت بحوالي 15 يوم 20 يوم، فهو واقف لقى اتنين بيغتصبوا واحده، صرخت وصوتت فطلع يجري عليها عشان يحميها. لما راح يحميها راحت العيال جريت خدوا البيت روحوها لحد البيت، فالواد راح قال لعمه ان الناس دي ضربتني وبتاع. عمه ده عضو في مجلس الشعب اسمه جبرين الصمتي، راح جايب رشاش ونازل ضرب، راح مموت الاثنين اللي هم دفعوا عن عرض البنت دي. وبعدين احنا رحنا اتلجأنا للشرطه وعملنا له محضر، فاتعرض علينا الصلح وبتاع، فانا قلت لا انا مش عايزه صلح، انا ابني مات 24 سنه شايانه عليه يتيم ابوه ميت. رحت عشان اعمل له محضر في الشرطه وعملنا له المحضر، فجي عرض علينا الصلح احنا ما رضيناش. واخد عيالي دلوقتي بقالها شهرين 2 مرميين في الحرب، السجن الحربي اخواته ال3 وحبسهم عشان يكسرني. يعني واحد مات اهو دفنته 24 سنه وراحوا واخدين ال3 منه هو مجلس الشعب، راح مسلط على عيالي ال3 محبوسين بقالي شهرين ما اعرفش حاجه عنهم. انا اخت الشهيد لطفي عزام. لطفي الشهيد دوت على 4 بنات، اخويا الوحيد ماليش غيره. اولا هو مش بلطجي ولا حاجه جدا، انا جايه بناشد وزير العدل الجديد ووزير الداخليه الجديد اللي هم بنناشدهم ان لطفي عزام دوت مات شهيد في هو 8 اشخاص في احداث اسم امبابه. المشكله عندي اسم امبابه، هو كان جاي من الشغل فحاول يلحق فيه هناك ضرب نار، الحكومه بتضرب في الشباب، فهو من النوع اللي طبيعته بيروح يشيل، راح يشيل اتسجن مع الشباب اللي كانوا بيموتوا هناك. مشكلتنا الان حضرتك ان هم مش راضيين يحاكموا الضباط اللي قتل اخويا. الرئيس حسني مبارك اتقبض عليه، الوزراء والحكام اتقبض عليه، النظام الفاسد كله بفضل شباب 25 يناير اتقبض عليهم. انا عايز اعرف ايه سبب ان الضباط اللي قتل اخويا وعارفينهم بالاسم ما اتقبضش عليهم لغايه دلوقتي؟ واساسا اسم امبابه ما يروح حضرتك روحي شوفي ما حصلش فيه اي ضرب نار ولا حصل له اي احداث ولا بلطجيه. بيروح المحكمه بيخشوا المحكمه بيستفزونا وبيشربوا السجاير قدامنا وبيخرج عادي وبرفان وريحه، بيخرج عادي زيه زينا كانه ما قتلش بني ادم. نائب العام قال لنا عايزين حق اخوكم، طلعوه بعد 30 يوم برضه طلعناه وزي ما هو وعلى حسابنا الخاص عشان ناكد ان هو طلق ناري، واحد في ايديه وقال في صدره واثبتنا وخدوا التقرير. ايه تاني؟ طب ايه تاني طالبينه مننا عشان تجيبوا لنا حق اخويا؟ 6 شهور اخويا متوفي، هناخد حقه امتى؟ احنا رايحين القضاء دلوقتي وبنروح لهم، جم بالقضاء ما جمش، خلاها بلطجه ببلطجه، واللي موت ابنه موته وانتهى الموضوع. بس انا شايف ان الداخليه هي سبب المشاكل دي كلها، وطالما كل وزير بيجي من الداخليه بيكون من نفس الوزاره وبيحصل منه مشاكل، يبقى يجي وزير الداخليه مدني بقى، خلي الداخليه حصل مشاكل. الداخليه تتصرف صح ولا تضرب في الناس؟ تتصرف بطريقه غريبه. طب طب ما هو كده، طب ما يستحمل بعد كده، يعني الوزير بعد كده يعني خلي الداخليه تتسحب. ايه اللي حصل بعد كده؟ وفي ايه لو استحبت في الوقت ديت؟ ثواني بس، في ايه لو استحبت في الوقت ده وجابت المجلس العسكري او حد من الجيش يقف؟ الناس هتمشي ومش هيحصل مشاكل، انما يتصرفوا بيها بالطريقه الغريبه ديت، اللي يضربوا الناس بكنابل، يضربوا الناس بحاجات اللي هي ده في ناس ماتت، يعني في ناس بيقولوا ما فيش حد مات، لكن في 4 ماتوا هنا. اي حد بيروح الزاويه الحمراء ما فيش احترام زي ما كان بيقولوا، يعني الناس كانوا بيقولوا اي حد هيجي هنقعدوه ويبقى فيه احترام ونتكلم معاه كويس، انما الناس دلوقتي بتروح بتهان اي اسم كده. انا بقول لك لو احنا الشرطه نزلت بطريقه كويسه وفكر كويس احنا نحترمها، انما الطريقه الكويسه اللي هم ينزلوا من غير التحرير، ياخدوا واحده من شعرها يودوا لحد في الداخليه هناك، مش هنزعل. ما حصلش. احنا كنا هنا يعني لما في تجمع كبير قد كده، لما في تجمع في مدينه التحرير كده هنسال على كل واحده على اسمها. بس انا عايز اقول يعني احنا هنا في مدينه، احنا يا جماعه ثواني بسجل بس لا بس ما تقولش كلام غلط. احنا دلوقتي لما نكونوا في الداخل هنا يوم الثلاث هنا، لا مش غلط والله. انا جاي النهارده، هو قالوا النهارده القصاص، يوم للقصاص فعلا. احنا بس بندور، يعني مش عايزين نخش في مصر في خطر. كل يوم هنطلع التحرير وكل يوم هنهاتي وكل يوم هنقول مش عارف ايه، يسقط فلان ويسقط علان. لا،
احنا عايزين الحكومه تشتغل، عايزين الناس احنا نهدى خالص عشان نشوف الناس دي هتعمل ايه. لو هم ما هديوش نقدر نطلع تاني ونقول تاني. لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، لو احنا ما ينفعش نعيش من غير داخليه. انا جاي النهارده عشان التباطؤ في اجراءات، في اتخاذ الاجراءات عشان موضوع الشهداء، عشان قضيه الشهداء. دلوقتي اي واحد بيعمل اي حاجه بياخدوه وبيحبسوه. دول دلوقتي ناس كل الدلائل بتقول ان هم قتلوا، من اول حسني مبارك لغايه اصغر عسكري. حكموا على امين شرطه واحد بالاعدام، امين شرطه اللي هو كان ايد. طب الناس اللي اصدرت الاوامر دي او الناس اللي قالت موتوا ما تحاسبوش ليه؟ مستنيين ايه عليهم؟ بعدين احنا ما بنشوفش وشهم ليه؟ ما ممكن يكونوا مش هم، ممكن يكونوا اصلا هم مش موجودين وبيضحكوا علينا وبيخلوا بيقولوا ان هم موجودين. احنا نعرف منين؟ احنا طالبين ان المحاكمات تكون علنيه، احنا نشوفهم بعيننا وهم بيضحكوا، على الاقل نارنا تبرد شويه. انا ابن اخويا شهيد اسمه مهاب علي حسن قدام اسم شبرا، يوم جمعه الغضب 28/1. هو كان هنا في التحرير وجاي البيت، اتصلنا بيه كتير من القلق اللي احنا كنا سامعينه. جاله باباه قال له تعالى، فجايين سوا، راح مضروب بالنار قدام اسم شبرا. انا بطالب بالقصاص، وبطالب ان اللي عاملين كل الموضوعات دي في الشوارع البلطجيه، وكل اسم وكل منطقه عارفه البلطجيه اللي هي تبعها، ورغم كده سايبينهم على النيل. انا جاي بتكلم على احداث يوم الثلاث. انا كنت موجوده مع اهالي الشهداء قدام مسبيرو. انا ماليش شهيد صحيح، بس كل اللي ماتوا في مصر شباب واطفال كلهم اهالينا. احنا لما بنشوف طفل فلسطيني او عربي توفي قدامنا من الضرب بنبكي عليه، ما بالكم بقى بالشهداء بتوعنا احنا، باللي مسك الزنات وضرب على ابنه ولا على اخوه. احنا بنطالب الشرطه تتعامل صح مع الناس. احنا لما كنا ورحنا جم قالوا لنا ان احنا نروح، في ناس بتتكرم من اهالي الشهداء عند مسرح البالون. رحنا اهالي الشهداء هناك، ما كناش بلطجيه زي ما بيقولوا في الجرايد والاعلام، ما كناش بلطجيه رايحين نتهجم على مسرح البالون عشان يطلعوا بتوع مسرح البالون من جوه يحدفونا بالطوب ويطلعوا لنا بالسيوف. ولما تيجي الشرطه، عربيه الشرطه، ما اعرفش اسم الضابط اللي جه فيها، وقفت جنبه وقلت له انت تحمينا. احنا اندس ما بيننا واحد او اتنين حدفوا بالطوب، احنا عرضناهم والستات وقفوا قدامهم علشان تقولوا ان احنا بلطجيه. احنا ما كناش بلطجيه وجايين قدام مسرح البالون، لا، كان فيهم ستات محترمين جدا، كان فيهم رجاله كبار سن جايين من الصعيد مش من مصر بس، من اهالي الشهداء. والظابط وعدني بانه يحافظ علينا. الداخليه ما عملتش معانا اي حاجه. احنا جرينا، احنا يا ستات جرينا من تحديف الطوب. الناس اللي بتوع مسرح البالون طلعوا من فوق وبيحدفوا بالطوب. الطوبه كانت بتجيب 30 متر قدام، وحدفونا بالطوبه من جوه ويقولوا ان احنا سرقنا حاجات المسرح. احنا ما سرقنا. رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا التقرير. الناس كلها بتسأل أسئلة الطفل الصغير يجاوب عليها، ومن حقها. الراجل بيقول هم عايزين يطلعونا كل شوية ميدان التحرير، احنا زهقنا بس هنطلع. هو ليه الناس ما عندناش الحلول السريعة؟ ليه ماشيين بالسلحفة؟ هو في ناس جوه الشرطة ضد الشرطة؟ هو في ناس مستشارين بيدوا استشارات غرضها انشاء انشطه هدامه؟ وانا بعتبر ده بلاغ للمسؤولين وللنائب العام. لازم نتحرى مين اللي بيقود للانشطه الهدامه في مصر. ما هو لما القضاء يأجل الحكم على الضباط اللي متهمين، لا، من حكمهم مدانين يدانوا، أبرياء يتفضلوا ويرجعوا لشغلهم. نحط نهاية للآلام المصرية. الروشتة بسيطة، الروشتة بسيطة. على العموم معانا ضيفنا السياسي والمستشار الاقتصادي الأستاذ أحمد خزايم. أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ محمد، أهلا بيك. إيه رأيك في اللي بيحصل؟ اسمح لي بس في البداية أقول يعني دي تحية واجبة لقادة ثورة 25 يناير، هم الشهداء والمصابين. لولا الشهداء والمصابين ما كانتش قامت ثورة 25 يناير، ولولا الشهداء والمصابين لم يكن مبارك يتنحى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. إذن